السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة بسكوت اليانسون. بسكوت اليانسون من البسكوتات الجميلة جدا ومقرمش وطعمه خطير، وإن شاء الله يعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك، ويلا نشوف الطريقة. هكون محضرة 4 كوبايات دقيق منخولين، 7 بيضات كبار، كوباية زيت، كوبايتين سكر، والكوباية اللي هعاير بيها الدقيق هي نفس الكوباية اللي هعاير بيها الزيت والسكر، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، وربع معلقة صغيرة ملح، ومعلقتين كبار ينسون، ومعلقة كبيرة شمر، ومعلقة كبيرة حبة البركة. وبالنسبة للشمر واليانسون هبتدي أحمصهم. هنزل الأول باليانسون وهديله تقلبتين على النار، وأول ما ريحته تبتدي تظهر هطفي عليه ويبقى كده جاهز. والشمر برضو هحمصه بنفس الطريقة، هحطه وأقلبه تقلبتين لغاية ما ريحته تظهر ويبقى كده الشمر كمان بقى جاهز معايا. هعمل تجويف في الدقيق وهنزل بالبيكنج باودر والملح، وبعد كده أغطيهم بالدقيق. هبتدي أجهز الصينية اللي هحط فيها عجينة البسكوت. هنزل بشوية زيت وادهنها كويس من جميع الجوانب، وهبتدي أكسر البيض، وهكسر بيضة بيضة في طبق خارجي قبل ما انزل بيه في طبق العجين، عشان لو البيضة طلعت مش كويسة ما تبوظليش بقية البيض. وهضرب البيض بالمضرب السلك. بعد ما ضربت البيض كويس هبتدي أنزل بالشمر وحبة البركة واليانسون، وابتدي أقلبهم كلهم مع بعض. أنا مش هحتاج إن أنا أضيف فانيليا لأن ريحة اليانسون بتبقى نفاذة جدا، فبتغنيني عن إضافة الفانيليا. بعد كده هضيف الزيت، وابتدي أضرب المقادير كلها مع بعض، وبعد كده هبتدي أنزل بالسكر. واضربهم كلهم مع بعض كويس، وهبتدي أضيف الدقيق، وهنزل بالدقيق بالتدريج. هنزل بنص الكمية وأقلبه كويس لغاية ما الدقيق كله يختفي. وبعد كده ابتدي أضيف النص التاني، وارجع أقلبه كويس لغاية ما يختفي تماما. العجينة قوامها تقل، فهبتدي أكمل عجن بالمعلقة، لأنه مش هينفع المضرب السلك، مش هيساعد معاكي. وبالمعلقة ابتدي اقلب من تحت لفوق علشان الدقيق كله يختلط بالعجين، واتأكد ان الدقيق اختفى في العجين كويس قبل ما انزل بيه في الصينية. وهنزل بالعجين في الصينية. زي ما انتوا شايفين قوام العجين تقيل ازاي، ده القوام المطلوب لبسكوت اليانسون. وبالمعلقة ابتدي الم العجين كويس من الطبق، وهضيف شوية زيت صغيرين فوق العجين، لانه هيسهل لي ان انا افرد العجين في الصينية يبقى كله بسمك واحد. وده شكل الصينية بعد ما سوينا سطحها وبقت كلها سمك واحد. هكون مسخنة الفرن كويس وهدخلها على درجة حرارة متوسطة. وده شكلها بعد ما استوت وطلعت من الفرن، لونها ذهبي جميل وارتفعت في الحجم بتاعها. وهبتدي اقطعها شرايح رفيعة بالطول. بعد ما قطعتها شرايح رفيعة بالطول هبتدي اقطعها بالعرض، وقطعيها على حسب طول البسكوتة اللي انت عايزاه. انا هقسمها ل3 اجزاء. وده شكل البسكوت بعد ما قطعناه. هبتدي اشيل واحدة واحدة من البسكوت وتشيليها بالراحة. شايفين السوا بتاعها عامل ازاي؟ السوا بتاعها جميل جدا، ذهبي من تحت وذهبي من فوق. وهرصها في الصاج بالعرض علشان تتحمص وتبقى مقرمشة. وهطلع معاكم واحدة تانية، ولو لقيتيها ماسكة في الصينية ممكن تعيدي على تقطيعها تاني وعلى مهلك وانتي بتطلعيها. وهنرصها في الصاج، وهنعمل الكمية كلها بنفس الطريقة. وده شكل البسكوت بعد ما رصيته في الصاج.
زي ما انتوا شايفين حطاه كله جنب بعض، ومش محتاجة ان انا اسيب مسافات بينهم لان هو مش هيزيد في الحجم. وانا رصاه بالعرض لان هو واخد اللون الذهبي من الجنبين، فهرصه بالعرض علشان يبقى لونه ذهبي من تحت ومن فوق، وهدخله الفرن علشان يتحمص وينشف. ده شكل بسكوت اليانسون بعد ما اتحمص وطلع من الفرن. هسيبه لغاية ما يبرد وهحفظه في علبة بلاستيك وهقفل عليه. والمقدار الواحد من بسكوت اليانسون بيديكي كمية كبيرة، ويلا بينا نقدمه. وده شكل بسكوت اليانسون بعد ما خلص. يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك.